ازيكم عاملين ايه طلبة تانية ابتدائي؟ هنحل مع بعض اكسرسايز 26. المرة دي بقى أسئلة ستوري بروبلم على درس الماس. دي أرقام تليفوناتي اللي حابب يتواصل معايا، وأول رقم بس هو اللي شغال ايه واتس. طب تعالى نبتدي على طول. بيقول لك فاطمة has a bicycle that weights، يعني عندها عجلة. فاطمة عندها عجلة وزنها أو بتقيس حوالي 12 كيلو جرام. طيب ماشي. وhis sister has tricycle. tricycle يعني عجلة اللي هي أم 3 عجلات، يعني هنا عجلة أم عجلتين فدي بنسميها باي سايكل. العجلة أم 3 بنسميها تراي سايكل. دي بقى بيقول لك ايه وزنها 9 كيلو جرام. بيقول لك their dad wants to carry them at the same time. باباهم عايز يشيلهم في نفس الوقت، يعني بالتالي هيشيل الوزن ده وكمان هيشيل الوزن بتاع ده. فبيقول لك how much do the bikes weight all together، يعني كلهم على بعض وزنهم هيبقى قد ايه. تعالى يا مستر، احنا عارفين طالما ان انا عايز اعمل وزنهم مع بعض قد ايه، قلت لك الكلمتين دول من كلمات الايه. تعالى كده نرجع نفتكر. ايه يا مستر؟ بيقول لك together وall من كلمات الايه، البلس. ماشي. طيب يبقى ساعتها هعمل ايه يا مستر؟ هعمل 9 بلس 12 ايكوال كام يا مستر؟ احسبها بقى بعد ال 12. عندي طبعا 9 فينجرز، ادي 1 2 3 4 5 6 7 8 9. بعد ال 9 بعد ال 12 طبعا ال 12 هي اللي في دماغي وال 9 على ايدي. بعد ال 12 كام؟ 13 14 15 16 17 18 19 20 21. ماشي. يبقى 20 كام؟ 21. وما انساش اقول له ايه؟ 21 بايكس، سوري 21 ايه كيلو جرامز. وزنهم في الاخر كام؟ 21 كيلو جرامز. تمام. ماشي جميل جدا. طيب اللي بعده بيقول لك مصطفى هذا باج، عنده شنطة فيها صخور او فيها حجارة يعني طوبة وزنها 19 كيلو 19 كيلو جرامز. he found 7 more kilograms of rocks. بيقول لك هو وجد كمان في 7 زيادة. 7 more يعني 7 زيادة من الكيلو جرامز of rocks من الطوب ده. and put them in his bag. كمان راح مسكهم وضايفهم في الشنطة. يبقى هو كان في الشنطة عنده كان في 19 كيلو جرامز، لقى شوية من بره حوالي 7 حوالي 7 كيلو جرامز، راح ايه حاططهم كمان في الشنطة. فطبعا الشنطة بقى فيها ده وكمان بقى فيها ايه؟ بقى فيها 7 كيلو جرام. ماشي جميل حلو قوي. بيقول لك how many kilograms، كم عدد الكيلو جرامز of rocks does مصطفى have in his bag. in all. كلمة all يعني ايه؟ يعني نعمل بلس. كمل انت بقى ايه الباقي. خلاص. عيشة has one dog، عندها كلب وزنه 10 كيلو جرامز، وقطة وزنها 5 كيلو جرامز. how much do both. كلمة both دي من كلمات الايه؟ تعالى كده افتكر اهي كلمة both اهي. يا ترى وزنهم مع بعض قد ايه؟ ايش's bits weight together، يعني اللي هما الاتنين مع بعض. كلمة يعني كمل الكمية بتاعت هما مع بعض. عيش's bits weight الوزن بتاع الحيوانات بتاعت عيشة together مع بعض. طيب بيقول لك هنا كده ايه؟ مينا has a baby boy that weighs 12 كيلو جرام. مينا اهو. مينا عنده طفل وزنه حوالي 12 كيلو جرام. and girl وبنت، طبعا دي اكبر شويه فعشان كده وزنها اكبر حوالي 27 ايه كيلو جرام. مينا wants to carry them at the same time، هو عايز يشيلهم في نفس الوقت. كلمة carry يعني يشيل، وعايز في نفس الوقت at the same time في نفس الوقت. how do they weight in all together. all together. يا ترى ايه؟ يا ترى هما وزنهم هيبقوا قد ايه مع بعض؟ طيب بيقول لك كريم has a box of crackers. كلمة crackers اللي هو البسكوت يعني، فعنده بوكس من البسكوت وزنه حوالي 78 جرام. بيقول لك بص بقى هو أكل 19 جرام. بص بقى how many grams، كم عدد الجرامات بتاعت البسكوت. ار ايه ليفت دي يا مستر من كلمات الايه؟ فين ليفت اهي يا مستر. ليفت من كلمات الايه؟ الماينس. يبقى ساعتها هعمل ايه؟ هقول له طبعا مي ماينس مين؟ محدش يجي يقول لي 19 ماينس 78. انا بعمل الكبير ماينس الصغير، عشان طبعا دي ال 78 دي اللي هي كلها. خلي بالك ما هو عباره عن ايه؟ هي عباره عن بوكس كده في شويه بسكوت. ماشي. كلهم وزنهم حوالي 78. وبيقول لك اكلت منهم. اكلت يعني شلت. اكلت ما هو خلاص اكلت فيعني نقص شويه عشان لما انا اكلت. يبقى 78 ماينس 19. عاملها زي ماينس يا مستر. طيب هنعمل ايه يا مستر؟ بنعمل ماينس ازاي؟ طبعا قلنا زي ما اتعلمنا في الحصه بنحطهم تحت بعض اهو. 78 ماينس 19 احنا بنحطهم تحت بعض. طيب هينفع يا مستر اعمل 8 ماينس 9؟ لا خلاص. يبقى انا معيش فلوس زياده، هروح مستلف من اللي جنبي. هاخد واحد كده يبقى بدل ال 7 هيبقى 6.
سلفني واحد، حط واحد جنبي الحمد لله. يبقى انا كده اداني واحد زيادة سلفوني اهي. 18 minus 9 بكام؟ اعمل بقى دي سهلة بقى، اعمل 18 minus 9. 18 minus 9 بكام؟ بعد ال 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19. سوري انا عايز اوصل ل 18. يبقى كده كام؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9. يبقى كده 9. يبقى انا كده عديت كام يا مستر؟ عديت 9. بس يبقى هنا كده 9. ما انساش بقى خلاص ال 7 مش معايا، انا بقت 6 ما انا استلفت منها. 6 minus 1 بكام؟ ب 5. في كده مشكلة، فتبقى الإجابة كام؟ 59 ايه؟ ما انساش جرامز، عشان هو بيقول لي how many grams. في مشكلة كده؟ طيب طبعا ممكن اكتبها جي ام بس، اللي هو الاختصار بتاعها يعني، عادي ماشي. طيب بيقول لك هنا كده راجا has two toys، عنده لعبتين. two toy balls يعني لعبتين او كرتين يعني. that each weight 100 grams، بيقول لك كل واحدة فيهم 100 جرام، يعني دي 100 جرام ودي كمان كام؟ 100 جرام. دي معناها كلمة 100 جرام each. ماشي. طيب he puts them both in his bag، هو حط الكرتين في الشنطة بتاعته عشان ياخدهم للحديقة park to take to the park. how much Raja's toy balls، يعني يا ترى كم كمية الوزن بتاعة الكور بتاعة راجا together مع بعض. خلي بالك احنا لسه قايلين ان دي 100 ودي كام؟ 100. فشوف بقى ايه together دي من كلمات الايه. طيب بيقول لك مختار، الكي مع الاتش بتبقى حرف الخاء، ماشي. كي مع الاتش لو شفتهم مع بعض يبقى حرف الخاء، فدي اسمها مختار، محدش يقراها مكهتار، اسمها مختار. had a bucket filled with 65 grams of sand، يعني عنده زي باكت، يعني زي صندوق كده في حوالي 65 جرامز من الايه؟ من الساند، الرمل. تو بيلد ساند كاسل، يعني واد بيلعب على الشط، راح رحله مصيف مع امه وابوه او عيلته، وراح على الشط واخد معاه الجاروف ده ورمى الرمل عشان عايز يعمل ايه؟ الساند كاسل، القلعه الرمليه، اللي هي يعني ايه؟ بتبقى مثلا على الشط. ثواني ممكن اوريها. هي دي، شايفين انتوا الصور دي؟ هي دي بنسميها القلعه الرمليه. بيبقى او مثلا زي الطفل اللي قاعد بيلعب ده على الشط وبيعمل ايه؟ بيعمل زي اشكال بالرمله، يعني طبعا بالميه بقى والرمله والحاجات اللي بيحبوا يعملوها دي. طيب بيقول لك انا كده هيز فريند بوت، هو هيز فريند يعني صاحبه، بروت جاب انذر باكيت، جاب صندوق تاني فيه حوالي 26 جرامز اوف ساند. ماشي. طبعا هيقول لك بقى هاو ماني جرامز، كم عدد الجرامز بتاعت الساند الرمله اللي هم ايه؟ هاف اول توجذر، اللي هم معاهم كلهم مع بعض. طبعا all together دي من كلمات ايه؟ تعالى كده نرجع تاني نراجع. في all together اهي all وكلمة together ده الاتنين مع بعض. ماشي. طيب ياسمين، بنت اسمها ياسمين، اشترت شنطة من الشجر، السكر، وزنها 80 جرام. شي ميد كوكيز، هي عشان عايزة تعمل بسكوت. بيقول لك هي استخدمت من السكر ده، شي يوزد، استخدمت يعني شالت منه. شالت منه يعني بص كلمة ليفت كمان. المهم يعني ان هي استخدمت 20 جرام. يبقى انا كان عندي 80 كيس فيه 80 واخدت منه شويه. اخدت ده يعني نقصت منه ولا زودت له؟ طبعا اخدت منه يعني شلت منه، فنقص. هاو ماني جرامز، كم عدد الجرامز اوف شوجر، ايه عدد الجرامات بتاعه السكر اللي ياسمين هاف ليفت، اللي اتبقى مع ياسمين. كلمه ليفت دي من كلمات الايه. طيب بيقول لك a fruit seller bought 37 كيلو جرامز، يعني واحد بياع فاكهه اشترى حوالي 37 كيلو جرامز اوف اورنجز، ومعاه يعني من البرتقال، وكمان اشترى حوالي 53 كيلو جرامز من الابلز، التفاح، عشان عايز يبيعهم. هاو ميني كيلو جرامز، كم عدد كيلو جرامز ان اول كلهم؟ ده سؤال عبيط يعني. هاني هاد ا باج اوف بوتيتو تشيبس، عنده يعني زي شنطه اهي فيها بطاطس، وزنها 86 جرامز. بيقول لك هو اكل اكل ده يعني نقص منه ولا زود له؟ طبعا اكل منه يعني خلاص شالهم. اكل 23 جرامز. يبقى كام عدد الجرامز؟ وير ليفت. ليفت يعني اللي اتبقى ان ذا باك في الشنطه. طيب بيقول لك هبه بوت ا باج اوف فلور، هي اشترت ايه؟ باج اوف فلور يعني شنطه دقيق. كلمه فلور يعني دقيق، الدقيق اللي نعمل منه العيش والمخبوزات والحاجات دي، البسكوت. وزنها 30 كيلو جرام. she made a pizza for her friends and used استخدمت من الدقيق ده حوالي 4 كيلو جرامز. يبقى هي كانت مشترية دقيق حوالي 6 كيلو جرامز، واستخدمت يعني شالت منه 4 كيلو جرامز. بص نفس النظام، كلمة ليفت. ليفت من كلمات الايه؟ كان نفتكر اهي ليفت من كلمة الايه؟ اهي ليفت. ماشي.
يبقى كام عدد الكيلو جرامز طبعا اللي اتبقى من الدقيق؟ ما انا خلي بالك ما عندي شويه دقيق في 30 كيلو، فشلت منه شويه لغايه لما اتبقى ايه؟ اتبقى عندي شويه جوه. سامح بوت اشترى، هي كل الاسئله نفس الحكايه، 50 كيلو جرام من المانجا. هو استخدم بقى هو استخدم 9 كيلو جرام of them to make juice، يعني هو كان مشتري شويه مانجا حوالي 15 كيلو، واستخدم منهم 9 كيلو عشان عايز يعمل ايه؟ يعمل عصير مانجا زي ما انت شايف كده. ابص حتى الواد مبسوط اهو مطلع لك لسانه. هاو ميني كيلو جرامز، كم عدد الكيلو جرامز بتاعت المانجا والليفت اللي اتبقت؟ طيب سامي has a bag of mass 100 جرام. هو معاه شنطة 100 جرام، وزنها 100 جرام. In this bag he puts a notebook of mass 90 جرام. يبقى الشنطة حوالي 100 جرام، وحط فيها كمان كشكول وزنه حوالي 90 جرام. What is the mass of the bag and the notebook؟ هي الماس بتاعت الشنطة وكمان and النوت بوك. خلي بالك and دي من كلمات الايه؟ تعال كده نشوف كلمة and اهي. ماشي، فلان هو طبعا بيقول لك انا عايز وزن الشنطة وكمان معاه وزن النوت بوك. طيب بيقول لك انا كده ايه؟ كريم استخدم حوالي 52 جرامز من السولت، من الايه؟ من الملح. and 25 grams of pepper. كلمة بيبر يعني الفلفل، عشان عايز يعمل بيتزا يبقى هو استخدم حوالي 52 جرامز من الملح، واستخدم حوالي 25 بيبر 25 جرامز من الفلفل عشان يعمل بيتزا. What is the total mass of salt and pepper؟ ايه الماس كله اللي على بعضه بتاع الملح والفلفل؟ طيب آخر سؤالين خلاص هو نخلص. أمجد has 2 bags of marbles، عنده شنطتين من الماربلز اللي هي الكور الصغيرة دي. One of them weighs 6 كيلو جرام، يعني في شنطة منهم حوالي 6 كيلو جرام، and other weighs 7 كيلو جرامز، والشنطة التانية فيها 7 كيلو جرامز. His friend collected 2 bags of marbles، يعني صاحبه جمع شنطتين من الماربلز. One bag weighs 8 كيلو جرامز and another weighs 4 كيلو جرامز. يبقى هو جمع شنطتين من الماربلز، واحدة فيهم 8 وواحدة فيهم 4. How many kilograms of marbles do أمجد and his friend have in all؟ ده عايز يجمع الكيلو جرامز اللي أمجد وصاحبه مع بعض الاتنين جمعوها على بعض. تعالى كده نفتكر تاني. أمجد أهو، أمجد تعالى نعتبر إن ده أمجد مع شنطتين أهو، مع شنطة ومع شنطة. ماشي، كل واحدة فيهم واحدة 6 كيلو جرام والأذر التانية 7 كيلو جرام. طب صاحبه برضه معاه شنطتين، تعالى كده نتخيل إن في شنطتين هنا اهو، واحدة فيهم بيقول لك 8 والتانية بيقول لك كام؟ والتانية بيقول لك 4. بيقول لك بقى all in all كلهم بقى مع بعض يبقوا كام؟ يبقى وزنهم كام قد ايه؟ طيب خلاص اخر مسألة ايه؟ بيقول لك هبة collected 2 bags، هي جمعت شنطتين of sea shells. sea shells اللي هو الحاجات اللي بيسموها صدف البحر، اسمه صدف البحر، اللي بتبقى حاجات على الايه؟ موجودة على الشط يعني. المهم بيقول لك one weighted 4 كيلو جرامز، والتانية وزنها حوالي 5 كيلو جرامز. هي نفس المسألة اللي فوق بالظبط بس هم غير أرقام يعني. يبقى عندنا هبة جمعت 4 كيلو جرامز وجمعت 5. طب واختها كولكتد برضه نفس النظام، شنطتين اهي. 1 باج فيها حوالي 6 كيلو جرام and the other، والشنطة التانية فيهم 5 كيلو جرام. يبقى هبة عملت ايه؟ هبة معاها شنطتين اهي، شنطة ودي شنطة، واحدة فيها 4 كيلو جرام اهي والتانية فيها ايه؟ 5. طيب واختها برضه عندها شنطتين، واحدة فيها 6 والتانية الأذر ويت 5 أهي، واحدة فيها 6 والتانية فيها إيه؟ 5. بص بقى بيقول لك إيه؟ how many kilograms، كم عدد الكيلو جرامز of seashells، من الأصداف البحر دي يعني. do هبة and her sister in all. أنا عايز اللي هبة وأختها كمان مع بعض، هم كلهم مع بعض. فهمت السؤال؟ طيب كده الحمد لله خلاص خلصنا الإكسرسايز. دي ارقام تليفوناتي، اللي حابب يتواصل معايا ويبعت لي على الواتس او الرقم بس اللي شغال واتس، لكن الرقمين شغالين مكالمات. ذاكروا كويس يا حبايبي، ربنا معاكم، مع السلامه.